أبو موسى، هسه احكيلي بالتفصيل شنو خلى زوجتك عذراء تقدم على قتل ابنك موسى؟ بعض الناس تقول عذراء قتلت الطفل لأنه يشبه أمه جدا، وكان هذا الشيء يزعجها. وبعض الناس تقول إنه زوجتك عذراء ابنك موسى لازم عليها شيء وقتلته حتى لا ينفضح سرها. فإحنا اليوم نريد نسمع منك الحقيقة كلها. صار تدللين، هسه راح احكي لك القصة كاملة. تزوجتهم موسى وعشنا حياة طبيعية، وبعد فترة صاروا عندنا أطفال اثنين، موسى وأحمد. وبعد فترة صارت مشاكل بيناتنا، وأم موسى كل يوم زعلانة عند أهلها، وذاك اليوم هي زعلانة عند أهلها وخابرتها حتى أحط حد لي مشاكل. حبيبتي أنا أريدش ترجعي لي والتردين يصير، هاش قلتي؟ لا والله بعد ما أرجع لك، وصدقني بعد ما أريد أعيش وياك دقيقة واحدة. حبيبتي إذا ما تردين ترجعين الخاطر، رجع الخاطر الجهال، شنو ذنبهم؟ لا والله الجهال متنازل عنهم إلك وما أريدهم، وباكر تطلقني. وبعد فترة دزيت واسطة خير الأهل على مود ترجع له، ما قبلت ترجع ومصممة على الطلاق. رحنا للمحكمة وقدام القاضي على مود يصلح بيناتنا وما فات، وطلبت الطلاق وتنازلت عن الأطفال بالمحكمة وطلقتها. وعفت الجهال يم أمي وأبوي بسنة 2016، وظليت ما متزوج لحد 2019. فشفت أمي وأبوي ناس كبار وما بيهم حيل، فقررت أتزوج حتى إلي مع عائلتي كلها. فخطبت عذراء وتزوجتها، وصاروا عندي أطفال اثنين منها. فاشتريت قطعة كبيرة وبنيتها وجمعت بيها العائلة كلها، وجبت أحمد وموسى مع عذراء حتى تعتني بيهم أثناء غيابي، وكانت الأمور كلش طبيعية. حبيبي أنا خايفة يجي يوم هم تتزوج علي. لا حبيبتي مستحيل أسوي هيك، أنت حبيبتي. لا عاد أنا أريد أضمن مستقبلي ومستقبل جهالي. من حقك حبيبتي، هسه راح أسجل هذا البيت باسمك وأحول كي كارد باسمك، بعد اشتردين. أنا إيمن أشتغل وأتعب غير هيك وجهالك. ولك موسى وينك؟ ها ماما. وغمامة تغمك من نصيحك، ليش ما تجي بسرعة؟ لا ماما لا تطقيني فيديو، لا تطقيني. ماما أنا جوعان. هسه راح أجيب لك زقنبوتة وأوكلك. ها هسه بعدك جوعان لو شبعت؟ لا ماما فدوة احتراقي. ها بابا موسى شبيه ايدك لافه، شبيك متعور؟ حبيبي ولا تدري موسى شوية حرك ويحب يلعب بي الجهال، فركر وطاح وتعور. فأنا شفت إيده تعورت دوبل داويته ولفيته بلفاف، فلا تخلق حبيبي ماكو شي إن شاء الله. حبيبتي ربي يحفظك لي، لو ما أنت ما أدري شو أسوي. ألو لا موسى طلع من البيت وما أدري وين راح. شنو وين راح؟ ما تدري وين راح؟ لا والله ما أدري وين راح، أنا كنت نايمة وقالوا طلع من البيت وما أدري وين راح ولحد الآن ما جاي. لعت هسه أنا جاي لي البيت. أحمد بابا أخوك موسى وين؟ ما أدري بابا وين راح. بابا أحمد ليش تخلي أخوك يطلع غير أنا مأمنك عليه؟ عذراء قعدي، وين راح موسى؟ ولا والله ما أدري وين راح موسى، كنت نايمة وقعدت من النوم وما لقيته ورجعت كملت نومتي. بابا موسى وين صرت؟ ليش عايف البيت وطالع؟ الله يساعدك أبو موسى، ابنك جاي يتعنف من قبل زوجتك وجسمه كله أزرق. معقولة ما يوم شفت ابنك جسمه شلون صاير أزرق من الضروب؟ والله ما أدري، هسه سمعت منك. بابا موسى ليش ما تقول لي أمك تضربك؟ تعالي مش وياي وهاي زوجتي حسابها يمي. عين أبو موسى، إحنا أهل المنطقة الصراحة ما تحمل حارة ابنك والتعنيف اللي جاي يصير بيه. خابرنا الشرطة وهم هسه جايين، مو تزعل علينا بس هذا طفل خطير. لا بالعكس، انتم سويتوا الصحيح وانا وياكم. وين أبو الطفل؟ انا بالطفل سيدي. أخي ليش هذا الطفل جاي يتعنف زوجتك؟ أنت وين عنه؟ والله يا سيدي انا متسب بالداخلية ودوام اسبوع بالبيت واسبوع وحدتي، وهذا الاسبوع لنزي بي البيت هم اروح اشتغل بيه خارج البيت، ومرات ابات خارج البيت حكم شغلي. هسه أنت تدري بابنك جاي يتعنف لو لا؟ واحنا بدورنا لازم ناخذ عليك تعهد انت وزوجتك انه ما تنعاد هاي السالفه بعد. والله يا سيدي انا وياكم شنو تردون، انا قابل به. انت مرتبط بالطفل موسى؟ اي نعم سيدي انا مرته. ليش معنف هذا الطفل؟ ما تخافين الله؟
لا والله سيدة أبد ما ضربته ولا شيء، هو يحب يلعب ويا إخوانه ودائما يوقع ويتعور. هذا كلامك كله مو صحيح. الطفل موسى اعترف عليك وقال أمه تضربني ويسميك ماما وانت هيك قاسية وياه ما تخافين الله. يلا تعالوا وقعوا وبصموا على هذا التعهد، إنه هذا الشيء ما ينعاد بعد. عذراء خلي نحل الموضوع بكل هدوء، انت شنو هالرايته بالضبط وانا اسوي الك. صدقني ولا موسى ما يسمع الكلام وحالك كلش فمتعبني ويجبرنا نتعامل وياه بهالشكل. لا حبيبتي علي كيفك وياه، ترى موسى بعده طفل. ولك موسى تشتكي علي وتجيب الشرطة علي اليوم أنا أعلمك، تظل هنا مربوط حتى أكل ماكو. هاك موسى هذا الأكل يكل قبل ما تجي ماما وتشوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت أبو موسى؟ اي نعم انا ابو موسى، خير الصاير؟ أخي أنا مدير المدرسة اللي يداوم بها موسى، أرجو أن تجي المدرسة بسرعة. استاذ صاير شي؟ أخي من تجي تعرف. أخي ابنك جاي يتعرض للتعنيف، في الحقيقة الدنيا حارة وإحنا فصل الصيف وابنك لابس ملابس شتائية، فالمعلمة نزعت من عنده بلوزته الشتائية والصراحة تفاجأت المعلمة، شافت أثار ضرب وحروق على إيد موسى. ها الحقيقة مو موسى شوية حريك ويلعب ويا إخوانه ودائما يطيح ويتعور. أخي هاي مو آثار طيحة، هاي آثار ضرب كلش قوي وآثار حروق، وأتمنى منك أن تتابع حالة ابنك قبل ما تخسره. إن شاء الله أستاذ، أنا ديبالة على ابني. تعال ولك، تعال كل هذا الملح. ماما ما أقدر أكل الملح. ولك تاكله غصبا ما عليك، سمعت؟ لا الزوعة، شو تعال تاكل الملح يعني تاكله. ماما موسى راح يموت، خلي ولي هذا دا يمثل علينا ما بي شي. موسى ماما موسى ما يجاوبني، عوفة هذا جاي يمثل خلي يولي. أقول لك ولا هذا موسى تخربط وطاح واغمى علي. ليش إيش بيه موسى؟ البارحة موسى أكل ملح وزاع وطاح. حبيبتي تدرين بيا أنا بالدوام ما أقدر أجي، تقدرين تاخذيني المستشفى؟ ما بي حيل أخذ المستشفى، تعال انت اخذه. خلاص حبيبتي لا تهتمين، هسه راح أخذ إجازة من الدوام وأجي. عذراء أقول لك هذا موسى ميت والدود ملتم علي. إي ما دام ميت روح أخذه ودفنه. هسه شو أسوي يا رب، أروح أدفنه لو أخذه للمستشفى؟ أحسن شي خلنا خابر ابن عمي خليه يشوف لي حل بهالمصيبة هاي. ألو سامر الحقني موسى مات. شلون موسى مات؟ هسه دقيقة وأنا يمك. خويا سامر الحقني موسى مات، دبرني شو أسوي؟ زين شلون مات موسى؟ والله ما أدري يا خويا سامر موسى شلون مات. عذراء خابرتني وأنا بالدوام تقول ماكل ملح البارحة وتعارض اليوم ومات. هسه شو أسوي أنا، أخذ المستشفى لو أروح أدفنه؟ دبرني شو أسوي فدوة. لا أخوي خابر الشرطة وخل تجي هم يشوفون شغلهم. الطفل متعارض ليش ما أخذته للمستشفى؟ الحقيقة سيدة أنا ما كنت موجود بالبيت، كنت بالدوام. زوجتي خابرتني وقالت موسى متعارض واغمى علي وهي وحدها بالبيت وعدها أطفال فما تقدر تودي موسى المستشفى، فأنا أخذت إجازة زمنية وأجيت للبيت وما لحقت عليه مات. بعد هسه راح نودي جثة الطفل للطبيب الشرعي على مود يشوفون شنو سبب الوفاة. ليش قتلت هذا الطفل البريء؟ ما خفت من الله؟ والله يا سيدة أنا أكره موسى وكنت دائما أخشى عليه وأعذبني لحد ما قتلته. شنو الدافع اللي خلاك تقتل له؟ هيك سيدة أكرهه، أول ما شفته كرهته. إن شاء الله دم هذا الطفل ما يروح هدر، وإن شاء الله راح تنالين جزائك العادل.